اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان بيودعنا، ان شاء الله ان شاء الله يبقى يعود علينا كده أعوام على أعوام، ولا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. بصي بقى، أنا آسفة الأول على المنظر الشارع والمنظر اللي مش كويس ده، بس كنت مضطرة ان انا ايه، كنت عايزة اصور لكم بصراحة يومي عامل ازاي. ف بصي بقى، انا كنت النهارده خرجت انا وماما، رحت عشان اجيب كوارع. ده يعتبر مكان كده في المنصوره، يعني شبيه من مذبح كده. فطبعا المنظر ده طبعا مش حاجه يعني خارجه عن ارادتي، فحبيت ان انا برضك اصور لكم. انا كنت رايحه عشان اجيب كوارع للعيد باذن الله، كل سنه وانتم طيبين. ف قلت اما اصور لكم كده يومي ماشي ازاي ورحت فين وكده. فدلوقتي بقى كنت خلاص جبت كوارع، والراجل بقى بينضفها لي وبيقطعها لي، وبصراحة بيظبطها لي آخر تظبيط. الراجل ده على طول بتعامل معاه، آه، فبيظبطها لي وبيقطعها لي. وبصراحة بيجيب لي حاجات نظيفة، يعني ما بيجيبليش الحاجات اللي معروضة عنده، لا بيجيبها لي من جوه، يعني عنده في المحل جوه بيبقى عينها. لما بروح له هو عارف طلبي وعارف طلب برضك والدتي، فبيجيب لنا حاجات بسم الله ما شاء الله تحفة. المهم بقى بيظبطها. وجبت بقى سمك، في اليوم ده جبنا سمك مقلي ونضفناه. دلوقتي هتشوفوا برضك معايا واحنا بقى بنطبخه، وهتقضوا معايا كده اليوم. وبعدها بقى بالليل بعد الفطار هعمل كحك وبسكوت، وهتبقى ليلة يا عمدة، ليلة يا عمدة. بجد الكحك والبسكوت لما بتيجي تعمليه في البيت، أطفالك طبعا بيفرحوا جدا، بتحسي كده بروايح العيد، وبيبقى متعة، بجد بتبقى متعة. فانت دلوقتي هتعيشوا معايا المتعة دي، وانا منزلة طريقة الكحك. والقعدة بقى بتاعتنا لما كنا قاعدين، ربنا يا رب يتم علينا لمتنا، اللهم امين. منزل لكم الفيديو كامل على القناة، خشوا وشوفوه، بصراحة فيديو هتعجبوا بيه جدا جدا جدا. حاطه لكم فيه المقادير بتاعه الكحك ومظبطاه، يعني اللي عايز يجرب المقادير بتاعتي في الكحك. بصراحه كنت عاملاه دايب دايب دايب، فظيع فظيع فظيع. المهم زي ما انتم شايفين بقى، الراجل بينضفها وبيقطعها لي، وبيشوف مثلا اي حاجه مش كويسه او مش نظيفه، بيشيلها خالص وبيظبطها لك بقى. طبعا الأكلة ديت بصراحة أنا من عشاق الكوارع، الممبار، الاكسسوارات عموما بتاعت سوري، يعني العجل أو البقرة أو أي حاجة من المواشي. أنا بصراحة بعشقها بعشقها. فهو بقى بيظبطها وبيقطعها لي. انا بحب بقى الكوارع زي ما بقول لكم، الممبار انا ماليش في الكرش، يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي ما بحبهاش. وبصراحه عمري في حياتي ما طبختها، وما افتكرش ان انا هطبخها، لان صعب ان انا ما اعرفش امسكها، ان انا انضفها او كده ما بعرفش خالص. الراجل ده عنده طحال بقى وفشه، وعنده لحمه راس فظيعه. انا دلوقتي هصور لكم، هو قال لي صوري الراس دي بتاعت عجل، بس بسم الله ما شاء الله عجل يعني. انا واخده الكوارع بتاعته، بسم الله ما شاء الله عجل ايه، ما اقولكوش يعني. فظيع. دلوقتي هتشوفوه. والله وانا واقفه قدامه، وانا واقفه قدام الراس بتاعه العجل دي، كنت مرعوبه مرعوبه، بس هو قال لي صوريها ومعلش ومش عارفه ايه. وانا برضك هحط له رقمه، لان انا وعدته وقال لي حطي رقمي عندك. فانا هحط لكم برضك رقمه للي من المنصوره وعايز يروح له. هحط لكم رقمه، وحاجته بصراحه تحفه، الراجل ده حاجته جميله جدا. المهم انا عارفه ان انا قناتي صغيره وما تعملش اعلانات، بس هو قال لي بالله عليك حطي رقمي، فهحط. مع ان انا ما فيش حد يعني بيتابعني كتير، بس بصراحه عشان ايه هو وعدته. فده بقى بعد تمام خلاص التقطيع، تمام. شايفين هي منظرها العظم بتاعها فاتح ومبدى وحلو، دي معناتها اللي ما هي عنديش تسويتها ايه، بصراحة سكينة حامية قوي كده. مش هتاخد سوا على النار. انا صغير بقول لكم هو بيظبط اللي انت بصراحه. عايزه. ده بقى استني روح. حول يلا. ده بقى راس العجل اللي ما انا شاء الله واخده بسم الله ما شاء الله. الكوارع بتاعته. راسه بسم يعني ما الله ما شاء شاء الله. الله، بسم الله ما شاء الله، فظيعه. بسم الله ما شاء وجاب الله. لي بقى ارضك راس خروف. تمام بسم الله ما شاء الله. آه بس ده بقى بعدها بقى احنا روحنا، هوريكم بقى احنا مشينا بس يومنا ازاي.
بصوا بقى يا حبايبي، انا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بعمل الرز الساعه دلوقتي 5:10 والله العظيم، ولسه داخلين باب الشقه دلوقتي حالا. زي ما انتم شفتوا كده جبت الكوارع دي ان شاء الله، ناويه ان شاء الله باذن الله اعملها على العيد. واحنا نعمل سمك مقلي، وحاطه البرنجان كمان على عين البوتاجاز عشان اعمل بابا غنوج. وبغسل الرز اهو زي ما انتم شايفين، والوقت يعني بيروح بالايدين. وده كمان السمك، استنى ما افتحه لكم. احنا الحمد لله جايبين السمك متنضف، فهنعيد عليه تنظيف زي ما انتم شايفين كده. هنعيد عليه تنظيف بقى، وهنتبله وهنبدره. هغسل ايديا بقى تاني عشان مسكت السمك، وهنضف الرز. انا سايب عليه الميه اهو. هنضف الرز وهنشوف هنعمل ايه. بصوا احنا نضفنا خلاص السمك وتبلناه. التتبيله دي تتبيله بقى خطيره، وبدرناه اهوت. والرز كمان بيتردد، وبنغسل بقى الطماطم، وهنعمل بقى شويه سلطه كده بالخيار بالفلفل بالبصل بالجزر. هنعمل يعني سلطه محترمه، وهنعمل بابا غنوج، وهنكمل معاكم ان شاء الله. والبرنجان اهوت الشوى. دلوقتي بقى هنضفه من القشر بتاعه، وهعمل شويه بابا غنوج كده ما اقولكوش، عسل عسل عسل. وده يا بنات منظر الفطار بتاعنا. معلش الكاميرا ما كنتش مظبطاها، فعملت الشاشه صغيره شويه. بس بقى عملنا بابا غنوج وسلطه، وقلينا السمك ورز ابيض، وكانت اكله هنيه تكفي 100. بس بصراحه كانت اكله تحفه. وبعدها بقى عملنا الكحك، وهوريكم ايه يومنا كان ماشي ازاي في الكحك. النبي ده علي صوت ابص ايدي يسترك ربنا يا كحك العيد يا احنا هنسمع الناس. اهلا بالعيد، مرحبا بالعيد، اهلا بالعيد، مرحبا بالعيد. هنغني وهنسيب الحاجة. طب بصوا بقى خلاص احنا غنينا خلاص، يلا بقى. الخميره خلاص دوبتها وسبتها شويه تترفع. خد ما شاء الله الكيلو دقيق ما شاء الله زي ما انتم شايفينه بقى، وعاملاه من القاش وما شاء الله. فدلوقتي هسيبه بقى في حدود مثلا نص ساعه يتخمر فيه، وبعد كده هسويه وهرجع تاني وهوريكم ان شاء الله لما يستوي، وهوريكم الكحك اللي دايب دوب بمعنى الكلمه. يلا كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى يا بنات، دلوقتي الكحك بقى كنا خلاص نقشناه، وشايفين منظره فظيع فظيع فظيع. كان لسه بقى ما استواش. فدلوقتي بقى هحطه في الفرن على نار طبعا هاديه. الكحك بياخد نار هاديه. وهسويه وهوريه لكم بقى بعد ما هيستوي. بصوا بقى يا جماعه، ده خلاص انا سويته وطلعته. طبعا بقى مش هتحركيه الا لما يبرد خالص. وهوريكم بقى التسويه بتاعته. بصراحه لا بصراحه الصف ده اهو رودي بنتي هي اللي عاملاه، وما رضتش ازعلها فدخلته معانا الفرن. انا كنت بشاور عليه فالباقي ده بقى اللي احنا اللي ما رضيتش ازعلها، فحطيته برضه او هي اللي هتاكل الصف اللي شايفين منظر اصلا. في واحده صغيره واحده كبيره، بس حلو على قد سنها وحلو. فده منظره بقى هوريهولكم ان شاء الله لما يبرد، وهوريكم كده الكحك دايب دوب بمعنى الكلمه. بصوا بعد زي ما بقول لكم كده استوى خلاص. هوريكم بقى دايب دوب. شايفين منظره ما شاء الله، دايب في ايديا خالص خالص خالص، رهيب. ولا الملبن اللي جواه حاجه كده ايه، دايبه وسايح ومنظره فظيع. اتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تنزلوا كده تقولوا لي كومنت حلو يشجعني، علشان عايزه اشجع كده لليوتيوب، وافضل اصور لكم باذن الله على طول. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين. ربنا يعود علينا يا رب الايام البركه والايام الخير ده، اعوام على اعوام، ولا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. وطبعا زي ما انتم شايفين بقى برش السكر على قد احتياجاتنا، والباقي مش هرش عليه سكر. ومنظره زي ما بقول لكم حلو جدا. خشوا شوفوا طريقته على الفيديو اللي قبل ده، ويلا في حفظ الله.